مرحبا، أنا عبد الوهاب. يسعد صباحكم. رح أدخل بالموضوع دغري. في بالثورة فراغ فني كتير كبير. هذا الفراغ إذا تعبى بشكل مزبوط بيعطي نتيجة منيحة. وجهة نظرنا نحن مجموعة من الشباب اللي عندهم التوجه الفني، قررنا نعمل مسلسل. رح يكون سكتشات صغيرة، مقاطع، ممكن كل حلقة تكون نصف ساعة، رح نحكي فيها ممكن أكثر من سكتش. الهدف من المسلسل نحافظ على مسار الثورة، نسلط الضوء على حجم المعاناة اللي عم يعيشها الشعب السوري، دعم فكرة توحيد الصفوف، تعريف الناس والعالم بأهداف الثورة وقيمها وأسبابها، نقد الأخطاء أيا كان مصدرها، لأنه إذا انبنت الثورة على خطأ فبدنا ثورة تانية. كسر حاجز الخوف عند الشارع السوري، نوصل فكرة عظمة الإنسان السوري وتكاتفه ومحبته وبسالته وشجاعته في الدفاع عن وطنه. الحديث عن ظلم النظام ووحشية الأسرة الحاكمة والفترة السوداء اللي تركوها بتاريخ الشعب السوري. محو الأمية السياسية مشان ما يرجع يتعرض شعبنا للسرقة والاستغلال مثل ما صار بالماضي. تناقشنا وفكرنا واخترنا أنسب اسم للمسلسل أنه نسميه ثورة 3 نجوم. بيتبادر للذهن الشخص العادي أنه 3 نجوم بالعلم هو رمز للثورة السورية. الوجه الثاني للاسم هو أنه الشيء المنيح هو 5 نجوم. نحن ثورتنا جيدة 3 نجوم. بمعالجتنا للأمور وطرحنا للقضايا خلال المسلسل بنسعى أنه تصير 5 نجوم، تكون توب. حاولنا نتواصل مع أغلب الأشخاص اللي عندهم قدرة على كتابة السيناريوهات، مع كتير مخرجين استفدنا من خبراتهم وتجربتهم. في معنا بالفريق ناس مختصين بالمونتاج، في معنا ممثلين هن هواة بس هن مبدعين. باختصار أنا حكيت لكم عن فكرة المسلسل. إذا حدا عنده استعداد إنه يساعد بالمسلسل، يكتب سيناريو، يطرح فكرة، يبدي رأي، يشارك بالتمثيل، يشارك بالغناء، تلحين، أي شيء بده يدعم المسلسل، يتواصل معنا على الإيميل. وشكرا لكم.